السلام عليكم، اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هعمل معاكم ميني بيتزا وميني برجر جميله جدا بعجينه هشه وطريه، وهتنفعنا بقى طبعا في المدارس كل يوم محتارين نعمل ايه لاولادنا. دي كمان سهله ان انتي هنحطها في علب تلاجة وتشيليها عادي في الفريزر وتطلعيها تسخنيها في الفرن زي ما بنسخن العيش والمخبوزات، تمام. او في اطباق فل كده زي ما انا حطاها وبقفلها بالبلاستيك وبشيلها في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من دقيق، دقيق مخبوزات، تمام، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه او كيس خميره فوريه، انا بستخدم دريم حلو جدا، ومعلقتين من السكر، وربع معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه صغيره من الملح. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف، سهم اسفل الفيديو بتضغطي عليه بيظهر لك المقادير. هقلب بقى المكونات الجافه كده مع بعض. معايا علبه زبادي وربع كوبايه من الزيت، وهستخدم الميه من كوبايتين لنص ل3 كوبايات. انا هنا الدقيق احتاج معايا 3 كوبايات من الميه، 3 مجات من الميه، يبقى هنستخدم كوبايتين، وطبعا بننزل بالميه تدريجي. هنا شايفين انا استخدمت كوبايتين اهم، وهخلي نص كوبايه جنبي مش هضيفها دلوقتي. طبعا الدقيق بيختلف كل نوع عن التاني، فطبعا الميه على حسب احتياج الدقيق. هضيف بقى كوبايه الزبادي، عجينه البيتزا بالزبادي جميله جدا، بتطلع معاكي هشه كده وطريه وما بتكونش ناشفه. بضيف الميه تدريجي. هنا انا خلاص استخدمت نص كوبايه الميه، فطبعا مش هتكون كفايه، هستخدم النص التاني. يعني كده انا استخدمت 3 كوبايات من الميه، تمام. هعجن بقى بايديا اهو، ضفت نص كوبايه كمان، وبعد كده في الاخر هضيف ربع كوبايه من الزيت الم بيها العجينه بالشكل ده واعجن كويس. انزلها كده على الرخامه وتبداي تعجني في العجينه بتاعتك عشان تديلها عرق وتطلع معاكي عجينه ناجحه وطريه وما تتعبكيش في الفرد. طبعا هدهن الوش كده بالزيت علشان ما يلزقش في الاسترتش، وهغطيها كده بالشكل ده، وهغطيها بفوطه واركنها على جنب لحد ما تخمر والحجم يتضاعف. هنا هعمل بقى صلصه البيتزا، 4 فصوص من الثوم وطماطم بقطعها كده 4/4، يعني مش بقطعها، مش بفصلها خالص، انا بشقها كده من فوق 4/4 كده، بس ما بنزلش لتحت. واحطها على النار بنص كوبايه من الميه. وحطيت هنا بصلايه، معلش جريت الفيديو بقى علشان الفيديو طويل، وسبتها اتسلقت خالص وشربت الميه بتاعتها. وبعد كده ببدا ان انا اسحب القشره بتاعتها، بتتسحب بسهوله. احطها بقى في الخلاط بعد ما تبرد، وبعد كده هضربها تمام وارجعها الحله تاني. هضيف عليها معلقه كبيره من البابريكا، ربع معلقه من الزعتر الناشف، وهضيف فلفل اسمر والملح. طبعا هنا انا ما بضيفش اي دهون خالص، لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه في الصلصه. الصلصه دي جميله جدا يا جماعه. وهضيف ربع معلقه من السكر، وهضيف كمان معلقه كبيره من الكاتشب.
هنا انا كنت نسيتها بس هوريها لكم تاني وهضيفها. هنا بضيف الفلفل الاسمر. تمام، وهقلب وهرفعها على النار تغلي بقى كده معانا على النار، وبعد كده بنبدأ ان احنا نطفي عليها ونسيبها تبرد خالص. طبعا احنا عملنا العجينة وسايبينها تخمر، في الوقت اللي بتخمر فيه بنعمل الصلصة وبنجهز حاجاتنا. هنا اهو انا بقول لكم ان انا هضيف معلقة كبيرة من الصلصة، معلقة او معلقتين من الكاتشب، معلش معلقتين من الكاتشب مش الصلصة. تمام، وهقلب بقى بسيبها كده. شايفين اول ما تبقبق معايا بقى كده بالشكل ده هنغطيها ونسيبها 10 دقايق، وبعد كده بنطفي النار ونفتح عليها كده ونسيبها تبرد زي ما انتوا شايفين كده. خلي بالك بقى علشان ما تنطرش على ايديكي وتتلسعي. هنا الميني برجر، انا عملت البرجر معاكم قبل كده، شوفوا الفيديو واعملوا نفس الطريقة، وبعد كده قطعيه قطع بقى كده صغيرة زي الليمونة بالشكل ده. مرضتش اجيب الوصفة علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. وهدهن الجريل بتاعي او الطاسة وبالزيت كده وانزل بالبرجر بتاعي، وبعد كده هبدأ ان انا اقلبه الجنب التاني واطلعه يبرد، وبعد كده بقى وقت التشكيل هنشكل معاه زي ما هتشوفوا معايا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما ضغطتيش لايك للفيديو، ولو لسه اول مرة تشوفيني وما اشتركتيش في القناة، فضلا منك اشتراك في القناة علشان تشوفي الفيديوهات بتاعتي وان شاء الله تعجبكم وتتابعيني. هنا بقى العجينة كانت اختمرت معايا، شايفينها طرية كده وجميلة. انا عايزاها تكون طرية ما تبقاش ناشفة قوي علشان ما تطلعش معاكي ناشفة ومكتومة. المخبوزات كل ما بتكون العجينة طرية كده وملزقة بتطلع معاكي هشة، وبتكون صراحة مخبوزات حلوة جدا. هنا بقى العجينة معايا اهو، هلمها بس علشان اعرف ان انا اقسمها. هنقسمها ل4 كور، 4 اجزاء. هكورها كده بقى بالشكل ده. معلش انا بجري الفيديوهات علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، ولو مش عايزيني اجريها يعني قولوا لي في الكومنتات لو اسيب الفيديو زي ما هو ولا لا. بس انا بحاول ان انا افيدكم بالحاجة المهمة يعني علشان الفيديو ما يكونش طويل عليكم. تمام، قطعتها بقى كده 4 كور. هدهن الصينية بالزيت علشان العجينة ما تلزقش منك، وهحطها كده. انا حطيت ال3 كور كده بالشكل ده واغطيهم بكيس عشان ما تنشفش معايا وتقشف. تمام، هنزل بقى الرابعة انا هشتغل فيها على طول. تمام، هرش بقى رشة من الدقيق كده بالشكل ده، وهجيب العجينة بتاعتي افردها. شايفين العجينة طرية وطالعة معايا جميلة جدا. رشة من الدقيق من فوق مش كتير علشان العجين برضو ما ينشفش معاكي. بالرش رشة بسيطة كده من الدقيق عشان العجينة ما تلزقش بس في المردانة، او وقت ما بشكلها تلزق منا مثلا تكون سهلة. بس في نفس الوقت ما بزودش الدقيق علشان العجينة ما تنشفش مني. بنفردها كده بقى حوالي نص سنتي العجينة. هنفردها كده نص سنتي، وهجيب الكوباية بتاعتي. عندك قطاعة بيتزا هتقطعي بيها، ما عندكيش بكوباية بقى اي كوباية عندك كده وتبدأي تقطعي الميني بيتزا بتاعتك.
انا بالنسبه لي الكوبايه الستانلس دي بتكون جميله جدا في التقطيع. او غطا كمان، غطا برطمان بتبدأي برضو تقطعي بيه. تمام، قطعناها بقى بنلم العجينة دي، طبعا دي ما بتترميش، بنجمعها تاني. هتلميها تاني كده بالشكل ده وتسيبيها برضو على ما نقطع باقي العجين. بتكون دي ارتاحت، يعني بنسيبها نرتاح بنسيبها ترتاح، وبعد كده بنبدأ ان احنا ايه نفردها ونقطعها تاني. تمام، بنرصها بقى في صينيه. الصينيه ما نكونش دهنينها اي حاجه، ما تدهنيش الصينيه زيت علشان الزيت هينشف الميني بيتزا بتاعتك. مش هندهن الصينيه حاجه. هنا بقى كمان فردت العجينه برضو، قطعتها كده بالشكل ده، واللي بلمها بعجنها تاني واروح سايباها ترتاح. معلش بجاري الفيديو عشان ما يكونش طويل عليكم. تمام، هنا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الميني برجر. دهنت ايديا بالزيت وبقطع العجينة قد الليمونة كده الكبيرة، يعني قد حجم الليمونة الكبيرة، وافردها كده على الرخامة. معايا الميني برجر اهو، قطع اللحمة. تمام، هحطها بقى كده على العجينة والم على اللحمة كده بالشكل ده. تمام، بنلم كده ونقفلها، اقفليها كويس عشان ما تفتحش منك. بضمها كده وبضغط عليها واقفلها. هنا فلفل اسود. تمام، هحطها بقى في الصينيه. طبعا الصينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص. هرصها في الصينيه بالشكل ده. طبعا القفله بتكون من تحت. بدهن ايديا بالزيت وباخد قطعه من العجينه قد حجم الليمونه الكبيره وبفردها كده بالشكل ده. انزل بقطعة اللحمة والم على قطعة اللحمة كده بالشكل ده، واحاول ان انا اقفلها كويس وارصها في الصينية ما بين كل واحدة والتانية مسافة عشان لما تخمر معايا. ممكن بقى نحشيها برجر فراخ، او تحشيها شاورما فراخ، او تحشيها جبنة. حلوة جدا، يعني سهلة بقى، بدل ما نقعد نعمل سندوتشات والكلام ده. لا، دي سهلة على طول نديها لولادنا في المدرسة. جميلة جدا في العشاء، في الفطار. هنا بقى بدهن الميني بيتزا بتاعتي بمعلقة من الصلصة. ادهنيها، الصلصة جميلة جدا، طعمها حلو. ومعايا جبنة موتزاريلا الحمد. تمام، بنزل بقى كده بالجبنة بتاعتي على الصلصة. وطبعا هنا مش عارفة انتوا شفتوها ولا لا، بس هنا انا البيتزا بخرمها كده بالشوكة الاول قبل ما اضيف عليها الصلصة علشان ما ترتفعش معايا. معايا هنا زيتون اخضر، ممكن اخضر او اسمر، وقطعة من الفلفل. بضيف بقى كده 2 كده من الفلفل و2 من الزيتون، وبضغط عليها علشان الحشو بتاعي يكون يعني يثبت عليها. وبرضو ممكن تحشيها لحمة، ممكن تحشيها فراخ، الحشوة اللي تعجبك. زي ما انتوا شايفين كده بهبط الخمر بتاعها وبعملها بفتحها كده بالشوكة، وبعد كده ببدأ ان انا ادهنها واحط الحشوة بتاعتي. هنا بقى الميني برجر، كوباية مش كوباية بقى، نص كوباية من المية وعليها معلقة من السكر او حليب، وبرضو معلقة من السكر، وبتدهنيها. انا ما كانش عندي حليب بقى فدهنت بالمية كده بالشكل ده علشان اما اضيف السمسم يثبت عليها، او صفار بيضة. بس صفار البيضة بيدي زفارة كده، في ناس ما بتحبهوش. هي المية او الحليب بتدهني بيها كده وش
القرصة كده بالشكل ده، وبعد كده بتضيفي عليها السمسم، عايزة تضيفي حبة البركة زي ما حضرتك تحبي. طبعا هنا بقى بكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 170، وبدخل البيتزا بتاعتي في الرف الأوسط. بتاخد أول صينية بتاخد حوالي 10 دقايق، وبعد كده بطفي النار وبولع الشواية. تمام، بتولعي لها الشواية كده يعني دقيقة، الشواية ما بتاخدش وقت علشان ما تتحرقش معاكي. انا بولع وبكون فاتحة الفرن كمان علشان ما تتحرقش او تاخد لون وتبقى غامقة وتنشف معايا. شايفين زي ما انتوا شايفين بالشكل ده بتطلع معايا بكل سهولة. وكمان الارضية بتاعت البيتزاية شايفين تسويتها حلوة ومظبوطة ومش ناشفة وطرية جميلة، يعني هشة جدا. قدمتها بقى كده بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين كمية ما شاء الله. طبعا بقى هتكون كتيرة، يعني اولادي هياكلوا اللي هياكلوه، والباقي بحطه في علب تلاجة او في اطباق زي ما انتوا شايفين كده معايا، وبحطها في الديب اطلعها وقت الاستخدام الصبح بدري يعني، واولادي ماشيين على المدرسة بسخن الفرن بس وادخل الصينية ارصها في صينية لمدة 5 دقايق واطلعها هتكون طرية معايا وكأنها طازة. زي ما انتوا شايفين العجينة هشة وما شاء الله، عايزة اقول لكم والله العظيم طعمها حلو جدا. وادي الميني برجر. طبعا الميني برجر بعد ما بطلعه من الفرن برشه ببخاخة من المية وبغطيه بفوطة عشان يطلع معايا طري. شايفين طرية. ممكن بقى نحشيها برجر فراخ او نحشيها جبنة او نحشيها اللهم صل على سيدنا محمد شاورما، جميلة جدا. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. زي ما انتم شايفين عملنا بقى كده الكمية بتاعتنا بالشكل ده بكيلو دقيق. شايفين انا قفلته بقى كده، دول بقى هشيلهم في الجيب وقت بقى ما انا عايزه ادي لاولادي منهم بديهم زي ما قلت لكم. وده الميني برجر. وادي طبقنا كده بالشكل ده، طلعنا من كيلو دقيق الكميه دي كلها، وان شاء الله تجربوها ويعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك وسبسكرايب للقناه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.